في أيام صيف 2008 شباب في ولاية أريزونا بيخبطوا على باب شقة صاحبهم ترافلز. الموبايل مش بيرد ومفتحش الباب من يومين. كان المفروض يسافر مؤتمر لكنه اختفى فجأة. بعد ساعات من القلق حد جاب نسخة من المفتاح ودخلوا. وأول ما دخلوا كانت الريحة وحشة جدا. البيت كان هادي بشكل غريب، لكن في حاجة غلط. لما فتحوا باب الحمام لقوا جثة متكومة جوه الدش، مليانة طعنات، حلقه مقطوع ورصاصة في راسه. ترافيس ألكسندر، الشاب المرح الناجح المتدين، اتقتلوا بطريقة وحشية. طب مين اللي عمل كده؟ الشرطة بدأت تربط الخيوط. البيت مفهوش آثار اقتحام، الباب ما كانش مكسور، مفيش بصمات غريبة، في بس حاجتين غريبين: كاميرا صغيرة كانت مرمية جوه الغسالة، وأرض مبلولة كأن القاتل خد وقت في التنظيف. رجعوا الصور من الكاميرا، وهنا بدأت الحكاية تاخد منعطف غريب. آخر الصور كانت لترافل عريان